بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهلت البشاير وأطلقتها الجدعة شريهان من ساعتين في يوم الجمعة اللي بيوافق 27 أكتوبر شهر الانتصارات. أطلقتها شريهان صلح زاهية وحلمية، وذهاب حلمية لأمها واعتذارها لأمها وباست على ايدها، وشريهان بتقول وباست على رجلها كمان. يعني ربنا يهدي الامور. انا حبيت ابشر كل اللي بيحبوا الخير اللي هم متابعين زاهية، لان زاهية بتحب الخير، هي اللي سعت بفضل الله. ابنها هو اللي كان البادئ، فده اللي يدل على ان احنا يعني نظرتنا صحيحة، وكل شايف وعارف. يا ريت بقى كل اللي عايزين يولعوها نار يهدوا شوية ويسيبوا الأمور عشان توصل لآخرها، عشان الحاجة أم مصطفى وصحتها وتفرح بلمة ولادها حواليها. يا ريت ما يشعللوش الدنيا عشان باقي إخوات زاهية وحلمية يتلموا معاهم ويتصالحوا ويفرحوا الحاجة الكبيرة اللي يعني هقول ايه، اللي حتى اللي عايز يتكلم يبص للحاجة ويقدر انها زي امه، واللي يحبوا لامه يحبوا للحاجة ام مصطفى، ويا رب يلمهم كلهم على الخير. والحمد لله ان في يوم زي ده، يوم جمعة، اتبشرنا بخبر زي ده، ويا رب يتموا على خير. ويا رب يا حلمية محدش يقدر يأثر عليكي تاني، وما يكونش الصلح ده عشان انت عايزة تخطبي لطارق وبعد كده دي عريمة لعادتها القديمة. يا ريت تعرفي ان اخواتك واهلك هم سندك، وان انت في الدنيا من غيرهم ولا حاجة. وتعرفي انت واخواتك ان دعوة هي مكسب الدنيا والاخرة، ومهما استغنيتوا بالفلوس ولا يجي حاجة جنب رضا امكم عليكم. ربنا يهديكم لبعض بنات ورجالة، وتفرحوا الحاجة ومصطفى كلكم كده، وإن شاء الله ما يوقعش بينكم حد من الشياطين إياهم تاني، وما تمشيش وراهم. وتعرفوا إن في أولويات وفي حاجة أبدى من حاجة، مهما يكون ولا اليوتيوب من مكسب مش زي مكسب رضا الأم. ربنا يقويكم دايما على إن انتوا ترضوا أمكم وطيبوا خاطرها وتشوفوا إيه اللي يفرحها تعملوه. وربنا يسعدك يا حاجة ام مصطفى ويفرحك بلمتهم دايما حواليكي. وربنا يبعد عنكم ولاد الحرام اللي دايما ما بيدوروش غير على الفرقة والشعليلة بين الاخوات. ربنا يهديهم. ويا ريت يا حلمية ما تسمعيش لكلام حد تاني، ومفيش حد يأثر عليكي، ودايما تبقوا مع بعض. عايزة اقول كمان للي دايما عايزينها والعة بين الاخوات، واللي بيغلطوا نفسهم بس ما بيغلطوش ربنا، لان ربنا هو اللي عاملها زاهية كده وشايف وعارف. وكمان اللي بيتابعوا زاهية عارفينها. شوفوا واعرفوا اهو ان زاهية دايما هي اللي بتقرب، وزاهية اللي بتحب اللمة، وحريصة دايما على ان هي ما تزعلش امها، ودايما حريصة على ان اخواتها يبقوا معاها. يا ريت تفهموا بقى كده وتعرفوا كويس، وتبطلوا بقى شغل الشياطين اللي بتعملوه ده، عشان الاخوات كلهم يتجمعوا ويفرحوا الحاجة بلمتهم. وزي ما قلت يا زاهية، يعني اسجدي سجدة شكر لله على ان ربنا بيوفقك دايما للخير، وان محمد ما يكونش غير امه زاهية البيت الطيب. وكمان يعني ان ده اللي يدل على ان الحاج عبد المجيد كمان ربنا يبارك فيه ويشفيه، ويكون دايما بيتكم مفتوح للطيب واللمة الخير. وان شاء الله ربنا يفرحكم جميعا بلمكم. وزي ما قلت يا ريت شياطين الانس يهدوا بقى شوية ويسيبوا الناس دي. بقى لها اكتر من 3 سنين، بقى انا في 4 اهو، وانتوا يعني اقول ايه، ما بطلتوش مناهدة قبل الناس ديت، وحرصكوا على ان هم دايما يبقوا متفرقين. ان شاء الله ربنا هيعاقبكم بيه في الدنيا والاخره. سيبوهم بقى عشان يتلموا، ونشوف منهم صورة ايجابية، ونشوف منهم اللمة اللي بتفرح اي حد يحب الخير.
وربنا يقويكم ويهديكم لبعض، ونشوف دايما لمكم في الخير، ونشوف الصورة الإيجابية زي ما بقول بلمكم مع بعض، وحرصكم على ان انتوا دايما ما تبقوش متفرقين. ربنا يفرحك يا حاجة أم مصطفى بلمتهم حواليكي، ويبعد عنكم ولاد الحرام. والحمد لله على كل حال، وألف ألف مبروك. وأنا حبيت أكون المبشرة الأولى بعد إعلان شريهان، وربنا إن شاء الله يتمها على خير. وحبيت أفرح حبايب زاهية وحبايبي اللي دايما بيعينوا زاهية، وكنا بنقويها على الخير في الصغيرة وفي الكبيرة. ربنا دايما يقدرنا ويقدرها، ويكون متابعتنا لها ومعينة لها على ان هي دايما تبقى وش خير ووش سعد للي حواليها. ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.